ومسلسلنا بيبدأ بيويو وهي طالبة شقيانة وتعبانة على نفسها ومن الأوائل في جامعتها، بتجمع بين الرقة والذكاء وقوة الشخصية اللي خلتها ترفض الجواز المدبر عشان كرامتها، وفخورة بنفسها وهي بتاخد قرار مصيري إنها عايزة تفسخ خطوبتها. الخطوبة دي ما كانتش باختيارها، ده كان اتفاق بين العيلتين من وهما صغيرين. وده لين جيجيني وهنسميه ياسر، وياسر نمبر 1 الجامعة وفخر عيلة لين اللي مسيطرة وعندها نفوذ في كل حتة. مش بس وسيم وغني، ده كمان مشهور جدا من غير ما يبين وشه في ألعاب الجيمز باسم الأسطورة. يويو راحت عشان تتعرف عليه لأول مرة من سنة، وهي فاكرة إنها هتقابل الشخص اللي جده اختاره لها وهيبدأوا يتعرفوا على بعض. بس بالصدفة سمعت حوار داير بينه وبين صاحبه، وصاحبه كان بيسأله باستغراب إحنا في أنهي عصر، هو لسه في حاجة اسمها خطوبة من الطفولة؟ وكان واثق ومتأكد إن ياسر مش هيوافق على الجوازة دي. ورغم إن يويو كانت متوقعة داخليا إنه ما يرفضش، بس الصدمة الحقيقية كانت لما أكد إنه مش هيتجوزها فعلا. ومن هنا قررت إنها أحسن حاجة تنهي الموضوع ده بدري، لأنها شايفة إنهم خطين متوازيين فما فيش أمل إنهم يتقابلوا. وفعلا الخطين خبطوا في بعض، قصدي اتقابلوا بالصدفة في الكافيه اللي هي بتحبه. صاحبتها أول ما شافته يا دي الصدفة العسل، إيه يا جماعة مالكم واقفين زي التماثيل كده ليه؟ ما تسلموا على بعض، في إيه؟ هو إحنا نعرف بعض؟ أنا مش فاكر إني شفت الوش ده قبل كده. صاحبتها عينيها طلعت من مكانها، أنت صايم ولا جرى لمخك حاجة؟ أنت بتهزر، دي يويو خطيبتك. في اللحظة دي جاله ايرور في دماغه، هي دي البنت النحيفة والبهتة اللي كانت في خيالي من زمان. بس لما ركز في اللي قدامه لقاها شابة جميلة جدا وأنيقة وعينيها صافية. وعشان يهرب من الدراما والكسف دي فجأة عمل نفسه جاله تليفون مهم وكأن رئيس الوزارة بيطلبه. بعد الموقف اللي حصل في الكافيه ياسر رجع السكن مع أصحابه عشان يلحق ميعاد البث. في نفس الوقت يو جالها إشعار إن الأسطورة بدأ البث، طبعا هي من أكبر معجبينه ففرحت جدا وقعدت تتفرج بتركيز وبدأت تتغزل في تفاصيل إيده اللي باينة في الكاميرا. يعني هي مش شايفة وشه بس هيمانة في صوابعه، وده يدل إن سلامتها العقلية مش بخير. وهي في قمة الروقان والانسجام ده جت صاحبتها ورمت القنبلة. شفتوا المنشور اللي نازل على المنتدى بيقول إن ياسر بيحب يرن وإنها عملت له 1000 طائر ورق تعبير عن حبها، وهو لأول مرة يقبل هدية من بنت. هنا بقى ملامح يويو اتغيرت واتضايقت جدا بس حاولت ما تبينش. يبقى هو موافق يفسخ الخطوبة بسهولة كده عشان الهانم بتاعة العصافير. ومن كتر ما دمها غلي راحت بعتاله رسالة، احنا هنعرف أهلنا امتى إننا عاوزين نفسخ الخطوبة. أول ما قرأ الرسالة وهو في نص البث الضحكة اللي كانت على وشه طارت واتعكنن جدا، وفجأة راح قافل البث. يويو استغربت، هو قفل بسرعة كده ليه؟ ده ما كملش ساعة. ما انتي السبب يا بيبي، عكننتي على الراجل. يويو قررت تلعب جولتين مع نفسها بس لقت اللعبة صعبة جدا لدرجة إنها في 20 دقيقة لعبت كذا جيم وخسرتهم كلهم، وقررت لو خسرت الجيم اللي جاي هتمسح اللعبة خالص. وعلى الجانب التاني أصحاب ياسر القرد وعصير، اسمائهم المستعارة في اللعبة، دخلوا عليه ومعاهم برطمان يرن أجمل بنت في المدرسة، وقعدوا يحاولوا يقنعوه يرتبط بيها ويقولوا له قد إيه تعبت في الهدية دي. لكن بطلنا كان برنس ومؤدب جدا رفض الفكرة تماما. أنا عندي خطيبتي، وشاف إن حتى لو هي مش طايقة الخطوبة دي فما ينفعش يجرحها. أصحابه استغربوا جدا وقعدوا يسألوه يا ترى مين البنت اللي هتقدر تخطف قلبك دي. وفي اللحظة دي هو سرح في يويو، أول مرة ركز في ملامحها واتصدم بجمالها، وكأن قلبه اللي مفيش ولا واحدة قدرت عليه هي بعيونها البريء قدرت تقتحمه. والقدر قرر يلعب لعبته. يويو كانت بتلعب اللعبة عشان تطلع طاقة النكد اللي هي فيها، واتحطت في جيم مع حساب مجهول عبارة عن رقم واحد. الحساب ده في الحقيقة هو الحساب البديل بتاع ياسر اللي بيلعب بيه. المهم الحساب ده بعت لها طلب صداقة، بس اللي بعت لها الطلب صاحبه عشان يلعبوا سوا وهي وافقت. تاني يوم راحت الكافيه اللي متعودة تروحه مع صاحبتها، وهناك لقيت المفاجأة. شافت ياسر قاعد مع يرن، فالبنت اتأكدت إن إشاعات المدرسة كانت حقيقية والراجل عايش حياته. صاحبتها قعدت تسخنها، يويو انت ازاي باردة كده، ده خطيبك وقاعد بيخونك قدام عينيكي، مش هتعملي أي ردة فعل؟ ردت ببرود الدنيا، وأنا مالي، يواعد اللي يوعدها، ده حقه. وبعدين احنا انفصلنا فما بقتش تفرق معايا، أنا قايمة أجيب حتتين حلويات من المحل اللي جنبنا عشان أعدل مزاجي. الست صاحبتها قلبت الوش التاني وبانت الندالة. أول ما مشيت قعدت تقول أنا أصلا أشيك منها وعيلتي أحسن منها وأعرف ياسر من زمان، إيه اللي يخلي البنت دي تخطف الأنظار؟ وبكل ثقة راحت مطلعة الموبايل ومكلمة باباها. بابا ياسر فسخ خطوبته، اتحرك بسرعة بقى واتفق لي مع عيلته، وهو جحها أولى بلحم طوره. يعني البت ملحقتش تغيب دقيقتين تجيب بسبوسة وكانت خلاص رتبت الفرح وليلة الحنة. لما رجعت ومعاها الحلويات وهي في قمة سعادتها عشانها تاكلهم، ظهر ياسر وقرر يعكنن عليها، وهو بيحاول يستجوبها عن نيتها الحقيقية مسك ايدها فجأة وبدون قصد وقع الحلويات على الأرض. حاسة انه زودها شوية بس كبرياء ومنعه يتراجع. هو بمنتهى الإيجو بصلها، انتي بتمثلي انك عايزة تفسخي الخطوبة عشان تلفتي نظري وتخلي عيني عليكي صح؟
نصيحة يا شاطرة، بلاش الحركات التافهة دي وما تحاوليش تضيعي وقتك، لأني مش مهتم بيكي خالص. وفي اللحظة دي اتقهرت بجد، مش على كلامه لأ، دي كانت مقهورة على الحلويات اللي ضاعت في الأرض، وقالت له أنت مفكر نفسك حاجة مهمة قوي، أحب أقولك إني مش مهتمة بيك أصلا، وبعدين روح اهتم بحبيبتك وخلصني من الخطوبة دي عشان ما تسببش مشاكل لبنت تانية. كان هينطق ويبرر لها إنه مش مرتبط أصلا، بس رجع في كلامه وسكت وسابها وهي فاهمة إنه عايش حياته. لما رجعت السكن قررت تطلع طاقة النكد اللي جواها وتلعب جولة مع ياسر وصحابه. بدأت تحكي في الشات إن يومها كان زي الزفت وإنها لبست في واحد مجنون، والمجنون بنفسه قاعد بيكلم حضرتك. بطلنا زي العادة صنم ومش بيتكلم خالص أثناء اللعب. لأول مرة رد عليها وهي استغربت جدا، ده بيتكلم فعلا؟ وفجأة وفي نص الاندماج ده جت الصدمة ليهم هما الاتنين، جالهم خبر إن الجد مريض جدا ولازم يروحوا يقابلوه. يويو عرفتهم إنها لازم تقفل حالا علشان جدها تعبان. صاحبه استغرب، يدي الصدفة ده لسه المدير قافل حالا وماشي عشان جده هو كمان تعبان. وعشان الشلة ما تتفككش صاحبه طلب منها الويت شات وبيوصلوا البيت سوا. الدادة عرفتهم إن الجد تعب جدا لما جاله تليفون من السيد ليانغ أبو صاحبة يويو وسألوا لو الخطوبة اتفسخت، فالجد من كتر زعله قفل على نفسه الأوضة وما كانش من الصبح. في اللحظة دي ياسر استوعب إنه ظلم يويو وفهمها غلط، هي ما كلمتش الجد ولا حاجة، ده السيد ليانغ. بطلتنا دخلت للجد وقعدت جنبه بكل حنان وبدأت تأكله وتطمنه، والجد من فرحته بيها قال لها لو الواد ده ضايقك في المستقبل قوليلي وأنا أقرص لك ودانه. وبطلنا طمن جده إن كل اللي سمعه مجرد إشاعات بسبب لعبة وإن الخطوبة مستمرة ومفيش فسخ ولا حاجة، وهو بيكون قال كده لأن نظرته ليها بدأت تتغير تماما، وخصوصا لما الدادة سنة عرفته إن يويو بتيجي دايما تزور الجد في الأجازات. ده غير لما الجد تعب وأهله كانوا مسافرين بره هي اللي قعدت معاه أسبوع كامل تخدمه وتراعيه. هنا بطلنا بدأ يحس إن الصورة اللي رسمها عنها كبنت ريفية بتجري ورا الفلوس كانت غلط تماما، وبدأ يشوف طيبة قلبها الحقيقية، فقرر إن هو اللي هيوصلها الجامعة بنفسه عشان يتأكد إنها وصلت بالسلامة. وهم في طريقهم للجامعة صاحب البطل عمل جروب وضافهم هما الاتنين فيه. موبايل يويو وصل له إشعار وفي نفس الثانية موبايل ياسر وصل له إشعار هو كمان. استغربت جدا وبصت للموبايل وقالت في سرها إيه ده، هو احنا نغمة رسايلنا واحدة ولا أنا بيتهيألي؟ بس كده ده كل اللي ربنا قدرك عليه. وهوبا السواق ضرب فرامل وكانت هتتخبط، بس على مين، هو دي تيجي لحقها بسرعة. وفي اللحظة دي عم الصمت في كل مكان، وعلشان بطلنا حنين بزيادة قرر يعوضها عن الحلويات اللي وقعها لها قبل كده. وقف العربية واشترى لها حلويات، والحلويات ما وصلهاش وخلع، لا ده صمم يمشي معاها لحد السكن. وهما ماشيين جت عجلة كانت هتخبطها فراح سحبها في حضنه بسرعة عشان يحميها. وفي نفس اللحظة دي بدأت الألعاب النارية في السماء، والكتكوتة بتاعتنا فرحت جدا بمنظر الألعاب النارية وعينيها لمعت وهو فضل باصص لها وخد باله إن الضحكة دي أغلى عنده من الدنيا وما فيها. طبعا الحرباية يرن كانت واقفة بعيد ومراقبة المشهد كله. ولما رجع السكن صاحبه وراله الصور اللي نزلت في منتدى الجامعة، صورته وهو قاعد مع الحرباية في الكافيه والكل بيتكلم عن ارتباطهم. وفي اللحظة دي اللمبة نورت في دماغه وفهم ليه القطة بتاعته كانت بتلقح عليه. وبما إنه هاكر دخل هاكر شبكة الجامعة وعرف إن المنشورات دي طالعة من سكن الحرباية نفسها، يعني هي اللي مألفة الفيلم ومخرجاه كمان. بطلنا ما كتبش خبر وكلم الكتكوتة تقابله بكرة عشان تشوف العرض. وبطلنا الله يصلح حاله ومسماش على الحرباية خالص، سمع الكتكوتة بتاعته إنه أصلا ما قبلش هدية الحرباية، وموضوع الكافيه هي اللي كانت بتتلزق فيه، حتى موضوع المنشورات هي اللي نزلتها. وطبعا ما فرقش معاه دموع التماسيح، كل اللي كان شاغل باله وواكل عقله هو إنه يصالح القطة بتاعته ويأكد لها إنه سنجن ومش بتاع حد غيرها. والريس رجله خدت على طريق السكن خلاص وحب الموضوع قوي، وقبل ما تمشي راح مديها فاكهة ومشي وهو فرحان عشان صالحها. وصحاب بطلتنا عرفوها إن الحرباية نزلت توضيح إن مفيش حاجة بينها وبين الريس واعتذرت، فبتفرح وبتدي لأصحابها فاكهة، بس استغربت لما صاحب البطل بيصور لها الفاكهة وبيبعتها لها لأن دي نفس أنواع الفاكهة اللي معاها، وصدفة غريبة بالنسبة لها. تاني يوم بطلتنا صحيت على خبر أخبر، صاحبتها قالت لها إنها سجلت اسمها في البطولة الرياضية بتاعة الجامعة، وفي الأول الموضوع كان بسيط، سباق 100 متر يعني جريتين وخلاص، لكن فجأة السباق بقى 500 متر. طبعا الحرباية هي اللي كانت بتراجع كشوفات السباق، وبما إنها كانت بطلة السباق ده السنة اللي فاتت قررت تغير مسافة السباق وتكسر مقاديف البطلة. يوم السباق بقى الحرباية كانت واثقة من الفوز جدا، وبدأت السباق وهي سابقة يويو بنص لفة كاملة. على الجانب التاني صحاب ياسر قالوا له الحق خطيبتك في كشف ال 500 متر،
فبطلنا التقيل عمل فيها مش مهتم، وطبعا اللي مش مهتم كان واقف في قلب السباق بيتفرج. وفجأة يويو فتحت سبرنت وياسر واقف مكانه مبهور، ولحظة الفوز كانت هي اللحظة اللي قلبه دق فيها بجد. وبعد ما فرمت الحرباية في السباق قررت هي وصاحبتها يروحوا يحتفلوا في مطعم، وده مطعم غالي جدا، بس هي كان معاها قسيمة وجبات من وقت ما كانت شغالة هناك في الأجازة. على الناحية التانية ياسر عرف بالموضوع وخد صاحبه وراح وراهم على نفس المطعم. أول ما وصل قابل يويو وعامل نفسه تايه ومش لاقي ترابيزة فاضية لأنه ما حجزش مكان وهو أصلا صاحب المكان. ولما عرف إنها وصاحبتها حاجزين أوضة فيها ترابيزة بتشيل 12 فرد وهم 3 بس، اقترح عليها يشاركهم الأوضة ووافقت مضطرة عشان تردله جميل الفاكهة. أول ما دخل وقعد معرفش نفسه كزميل أو حتى كصاحب، ده بص لصاحبتها وبمنتهى الهدوء قال لهم أنا ياسر خطيب يويو. مش تسكت وكفاية كده، لأ دي طلعت علشان تجيب شاحن، رجعت بباور بانك قصدي هان، وده كان زميلها في الشغل. والواد طلع غير ملوكي، قعد يرزل ويشقط فيها عيني عينك قدام ياسر الله يخرب بيتك. وعشان تكمل الواد قرر مع نفسه إنها هتروح معاه السينما يوم الأحد، وبكل ثبات نفسي هعدي عليكي أخدك من السكن، ولا كأن السكن ده سكن أمه والبارد بتاعنا جاب آخره، هي مش فاضية يوم الأحد، يعني بالبلدي كده ريح نفسك دي بتاعتي. بعد المعمعة دي يويو شافت الست اللي كانت السبب في وجعها السنين اللي فاتت، أمها. الصدمة ما كانتش بس إنها شافتها، الصدمة الأكبر إن مامتها أصلا عملت نفسها ما تعرفهاش قدام جوزها. والمفاجأة إن الست دي طلعت هي مرات أبو الحرباية يارن، ومهتمة بمشاعر بنت جوزها أكتر من بنتها. أمها بدل ما تحاول تعوضها عن سنين البعد طلبت منها بكل بجاحة تعتذر ليارن لمجرد إنها كسبت في السباق وجرحت مشاعرها وخلتها تعيط. الست شافت إن نجاح بنتها الحقيقي وقوتها عبارة عن تنمر على بنت جوزها. يويو وهي قلبها محروق من كمية القسوة دي ردت عليها بكلمة واحدة: أنا ماليش أم أصلا من يوم ما أبويا مات، وإنتي ما كانش ليكي وجود في حياتي. الكلمة دي خلت أمها تفقد أعصابها، وبدل ما تراجع نفسها مدت إيدها على بنتها وضربتها بالقلم. بعد الألم اللي يقطع القلب ده راحت مكانها المفضل علشان تعيط براحتها. حرام عليكي يا حاجة، ده وشي يتضرب برضه. بس فجأة دخل كوكتيل الفراولة بتاعنا عشان يفوقها ويمسح دموعها. المهم جاب لها بيضة مسلوقة، وما خبيش عليكم أنا افتكرت إنها هتفطر، بس طلع جايبها علشان يمشيها على وشها ويضيع أثر الألم. وهو بيواسيها طلب ياخد رقمها بحجة إنهم مش مقربين ولازم يضيفوا بعض. وأول ما مسح الباركود اكتشف إن اللي بتلعب معاه هي يويو. وهم مروحين بطلنا كان واخد باله إنها بتحب الألعاب النارية، فخلاها تتفرج عليها عشان تنسى زعلها ويحتفل بعيد ميلادها. كل سنة وانتي طيبة. وهي طبعا بلمت: انت عرفت منين إن النهاردة عيد ميلادي؟ عيد ميلاد ايه؟ ده الواد جاب سجل حياتك من يوم ما اتولدتي. لما روحت السكن دخلت جيب مع البطل، وكان التواصل بينهم كتابة بس. هي كانت مخنوقة جدا وبدأت تحكي له إنه يومها ما كانش أحسن حاجة، وفتحت له قلبها وحكت له إنها قابلت مامتها. حب يهون عليها وسألها ازاي خليكي سعيدة. قالت له إنها كانت لما بتعيط أو بتزعل جدتها وباباها كانوا بيدوها حلويات. تاني يوم راحت بيت الجد وهي فاقدة الأمل إن البرنس يعبرها، وكانت فاكرة إنها هتقضي اليوم كله مع الجد. بس يا ليلتك الفل يا يويو، دخل فجأة ومعاه تورتة عيد ميلادها وحلويات شايلة حلويات، واحتفلوا بعيد ميلادها والكل كان فرحان. وصاحبه كلمه علشان يخرجوا ويسهروا مع بعض، وفعلا راحوا السهرة ولقوا السفرة وشلة الأنس هناك مستنيينهم. قعدوا يتنمروا عليها بس بالفرنسي ويحسسوها إنها بنت ريفية ما بتعرفش تفك الخط. حاولوا يحرجوها تاني وطلبوا منها تلعب بلياردو، وهي عملت نفسها غلبانة في الأول، بس فاجأتهم إنها بتعرف تلعب حلو قوي. وهو فرد ظهره كده علشان فرحان بقطته. ولما السفرة سألتها باستغراب: جبتي وقت وفلوس منين لكل ده؟ صدمتها وردت عليها بالفرنسي أحسن منهم: أنا بشتغل عشان أدلع نفسي وأتعلم اللي بحبه، مش عشان مش لاقي ياكل. وهم مروحين نامت على كتفه، والريس من كتر الحنية مرضاش يقلقها وشالها لحد السرير ونيمها. بس يا عيني التفكير فيها طير النوم من عينه، وفضل ياخد دش ورا التاني لحد ما الصبح طلع وهو مفرهد وجاله برد. ورغم تعبه بس ما سابهاش تمشي إلا لما اداها هدية عيد ميلادها، ولما فتحتها طلعت كاميرا كان نفسها فيها، وكمان الحلويات اللي قالت له عليها امبارح. بالليل وهي في السكن صاحبتها بلغوها إن الواد اللازقة واقف تحت السكن ومصمم مش هيمشي إلا لما يشوفها، فاضطرت تنزل عشان تشوف آخره. أول ما نزلت اتفاجئت بنمرة ولا في الخيال، الأخ جايب جيتار وقاعد بيغني لها وعامل فيها روميو عشان يطلب يوعدها قدام الجامعة كلها. ويا لهوي يا نصيبتي يا خرابي على اللي حصل. الواد طلع ناطع ليفل الوحش، لما لقاها رفضت بدأ يجبرها توافق بالعافية. الناس كلها بتتفرج علينا، لا وده كمان حضنها غصب عنها. طبعا بطلتنا مش سهلة برضو، راحت زقاه ولزقاه بالقلم قدام الناس كلها، وهوبا اللي تشيز كيك بتاعنا اداله حبة مية في وشه يفوقوه، وكل هذا في نفس ذات اللحظة. ولما رجع السكن بطلنا بعت لها عشان يفتحوا جيم، بس اعتذرت له: مش هقدر ألعب علشان عندي بكرة خروجة لقصر يومين ولازم أنام بدري. وطبعا ما كدبش خبر وقرر يروح وراها هو وصاحبه. وطبعا الحرباية راحت هي كمان، وعينها كانت هتطلع عليه.
ويويو بتشوفه، بس يا ولداه لسه فاكرة إن كل اللي بيحصل ده مجرد صدفة، وبدأت تستخدم الكاميرا اللي هو جابها لها وصورته بيها، ومن كتر ما الصورة عجبته خلاها صورة البروفايل بتاعه، لدرجة إن صاحبه قعد ينكشه: يا ترى عجبتك الصورة ولا اللي صورتها؟ فمن الإحراج راحت الحمام، والحرباية راحت وراها عشان تضايقها وتطلع الغل اللي جواها، قامت زقاها، بس بطلنا كان صاحي ولحقها في حضنه قبل ما تقع واتجرح مكانها. ومش بس كده، ده مسح بكرامة الحرباية الأرض وعرفها إن الاعتذار ده مبدأ بيفهمه حتى العيال الصغيرة، وأجبرها تعتذر منها قدامهم كلهم. ولما رجعت أوضتها فضلت تفكر في التشيز كيك بتاعنا وإيده اللي اتجرحت وهو بيدافع عنها، راحت واخدة بعضها وراحت له الأوضة عشان تعالجه. وفي وسط ما هي بتطهر له الجرح كانت عينيه بتطلع لها قلوب، وكأنه بيقول لها في سره: يا أرض احفظي معليكي. وفجأة الباب خبط، فبتستخبى بسرعة عشان محدش يشوفها عنده في الوقت المتأخر ده. وطلعت مين اللي جاية؟ هي الحرباية، جاية وجايبة معاها دواء وعاملة فيها ملاك الرحمة، بس بطلنا ما ادهاش فرصة، وقف مكان الباب ومنعها تدخل وهزها تهزيق للركب: وفري دواكي لنفسك، الجرح اتعالج خلاص. وحذرها ان دي اخر مرة تضايق فيها حبيبته يويو او تستخدم اساليبها اللي مش تمام زيها. يا ريتها كانت سكتت وما جاتش، اعتقد كانت بتتمنى تبقى فاضة في الوقت ده. بعد التهزيق ده موبايل يويو رن، كانت امها الجحدة هي اللي بتتصل، واللي قلبي راضي عنه حس ان المكالمة دي وراها نكد، فصمم انها تكلمها عنده ويكون جنبها وما يخليهاش تسمع التهزيق لوحدها، وحط السماعة في ودانه عشان ما يسمعش الكلام ويحرجها. أمها بكل قسوة: انتي وقحة وما عندكيش دم، بتضايقي يارن وبتنفسيها على حبيبها؟ بطلتنا كانت واقفة والوجع كان باين في عينيها وهي بتسمع أمها بتتبرى منها وبتدافع عن بنت جوزها. قررت تقفل وخلاص. الحنين بتاعنا ما سابهاش الحزن، مسح دموعها وبدل ما يسيبها تنهار راح مطلع الحلويات اللي بتحبها عشان يراضي قلب قطته. عقبالكوا يا جماعة ببطل يمسح دموعكم بتشيز كيك وبونبوني مش نكد. المهم قعدوا هما الاتنين يكملوا السهرة سوا، وهنا بقى الخزان طفح وبدأت تفضفض بكل اللي في قلبها. حكت له عن الوجع اللي هي عاشته لما أبوها مات وأمها رمتها في ثانية عشان تشوف حياتها، وفضلت فترة طويلة شاكة في نفسها: هو أنا طفلة وحشة للدرجة دي عشان أمي تسيبني؟ وإزاي جدتها كانت هي الوحيدة اللي بتصدقها حتى لما اتهموها في المدرسة إنها سرقت فلوس الفصل. جدتها فضلت واقفة في ظهرها وقالت لها: العالم كله ممكن يتخلى عنك بس انتي اوعي تتخلي عن نفسك. بطلنا فضل يطبطب عليها بكل حنية وهي بصاله اللي هو: أنا سكران مدريان حضرتك. ولما جت تقوم عشان ترجع اوضتها لقت نفسها في حضن التشيز كيك كده واحلام سعيده بقى، راح شايلها هوبا وحاططها على السرير ونام هو على الكنبه. وتاني يوم صحيت تصيح على اللي هببته امبارح، وبدا الفلاش باك تخبيط في دماغها زي المطر: يا وقعتك السودا يا يويو، ايه اللي هببتيه ده؟ افتكرت انها من كتر ما كانت سكرانه راحت قايله له: انت وسيم قوي. لا ومش بس كده، ده كشفت له انها مراقباه بقالها سنه كامله. ويا دي الكسفه اللي انت فيها يا حازم. على الناحيه التانيه من سنه فاتت افتكر نفس شريط الذكريات لما كان قاعد في مطعم وشاف بنت لابسة كمامة، وكان في زبون ناطع بيحاول يقل أدبه عليها ويستقوى بفلوسه ومكانته، بس بمنتهى الذوق عرفته حدوده. واللمبة نورت في دماغ بطلنا واكتشف إن البنت الشجاعة اللي أعجب بيها زمان هيها قطتنا اللي واكلة عقله دلوقتي. وبعد كام يوم صاحب بطلتنا اللي زي أخوها عرفها إنه رجع الصين وراحت تقابله، بس طبعا الرادارات اللي حوالين البطل ما سكتوش وراحوا مشعللين النار في قلبه ووروا له صورها وهي قاعدة مع الواد الجديد، فدمه غلي راح بعت لها على طول بحجة إنه عاوز يلعب، بس هي عرفته المكان وقالت له إنها مع صاحبها. راح طابب عليها وسحبها من إيدها بدون أي مقدمات، فاستغربت جدا وسألته: انت عرفت مكاني منين؟ واخيرا شغلت عقلها اللي كانت ركناه من يوم ما اتولدت تقريبا، فهمت اللعبة كلها وعرفت ان احمد هو الحاج احمد. ولما واجهته اعترف لها انه عمل كده ودار حقيقته علشان يقرب منها ويخليها تحبه. وفي وسط الزحمة دي راح رامي الكلمة اللي الكل مستنيها: انا بحبك ومعجب بيكي. الله اكبر. اخيرا زغرتولهم يا جماعة في الكومنتات، وعقبال عندكم جميعا، وما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة، وسلام.